كنت ماسكه اخوه وبضرب فيه، كنت بقول له عشان تتربى يا قليل الادب، انت وامك اللي دلعتك دي. وفجاه لقيت عماد واقف قدامي قال لي هند انت بتعملي ايه؟ يا قليلة الاصل، بقى انا سايب امي واخويا عندك امانه تقومي تعملي فيهم كده؟ اتصدمت وقلت له ايه ده، انت جيت امتى؟ قال لي انا جيت عشان اشوف عمايلك، انا هرميكي بره في الشارع اللي انت جايه منه، انت ما تستاهليش اي حاجه ولا تستاهلي اللي انا عملته عشانك. قلت له عشان خاطري اديني فرصه تانية. قال لي ولا تانية ولا تالتة، انت طالق يا هند وغوري اطلعي بره، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. ورماني في الشارع ووقعت في شر اعمالي. انا عارفه ان انا استاهل كل اللي حصل لي واللي هيحصل لي. المهم رحت لاحمد على بيته لانه ما كانش بيرد عليا، وشفت مراته كانت واحده زي القمر وما كانتش تعبانه ولا حاجه. وقالت لي انت عايزه احمد ليه وانت مين اصلا؟ قلت لها نعرفه وهو كمان يعرفني. وساعتها خرج احمد من جوه قال لي انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلعي بره، انا معرفش الاشكال اللي زيك. قلت له هي دي مراتك العيانه اللي راقده في السرير؟ انت كنت لو حابين تكملوا القصه، اسم القصه مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصه على طول.